أفاد مصدر لموقع أخبارنا أن فشل سعد الدين العثماني في تقديم برنامج واضح وقابل للتطبيق في قطاع التشغيل سيعجل بإقالة الحكومة والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. مصدرنا الرفيع شدد على أن العثماني أثبت فشله كرئيس حكومة وبدا عاجزا عن تسخير صلاحية الدستورية الموكولة إليه وكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة بمكتبه وبديوانه والوزارات المعنية بقطاع الشغل لتقديم استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتشغيل الشباب. بلغ الديوان الملكي التي تمت صياغته بلغة دبلوماسية على غير العادة بإقحام وباتفاق مع رئيس الحكومة يحمل دلالات كبيرة تشير إلى قرب إقالة الحكومة باتفاق مع رئيس الحكومة على الغالب بداية السنة المقبلة ودعوة انتخابات سابقة لأوانها كما كان الشأن عام 2011. وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الخميس جلسة عمل عقب نهاية المهلة المخصصة لرئيس الحكومة لإعداد برنامج واضح لتشغيل الشباب. وبعد اطلاع الملك على مكونات هذا البرنامج أكد على ضرورة انكباب على بعض النواقص التي تشوبه وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني مع استفادة من تجارب دولية ناجحة، وخاصة اعتماد تناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.